يا اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل سلسله الطابعات في حياتنا. ولما نقول طابعه يعني ايه؟ يعني احبار. وزي ما انتم شايفين انا جايب لكم كل انواع الاحبار اللي موجوده في السوق، ان كانت اوريجينال او حتى مضروبه او مضروبه خالص. يعني انا وصلت لك في الاخر ان انا جايب لك حتى الحبر اللي ملوش مصدر نهائيا، وجاي النهارده افضح لك التجار بيعملوا ايه معاكم. فلو انت مهتم ما تنساش تعمل سبسكرايب دلوقتي وتفعل زر الجرس وتديني لايك متين. انا شريف عبد المنعم وانت بتتفرج على شيكو فلوج انترو. دايما بجيب لك الحاجة الأصلية وبجيب لك كل الكاتيجوريز اللي موجودة في السوق. طب يا شريف انت بتعمل كده ليه؟ بعمل كده عشان من الآخر التجار بيستقرضوك يا معلم، وبياخدوا منك فلوس الاوريجينال وبيدوا لك حاجة مضروبة هتأذيك وهتأذي البرينتر بتاعتك. وبالمناسبة انا جايب لكم 2 برينترز اوريدي هم محروقين بسبب استخدام خاطئ للأحبار اللي مش اوريجينال او مش موثوق فيها او غير معلومه المصدر. وبكلمك على حاجه تجربه شخصيه، مش بكلمك على حد من بره. فانا جاي النهارده اديك تجربتي في الاحبار، فركز معايا قوي. ممكن يكون الفيديو ده طويل شويه، والنهارده هنتكلم عن احبار الانك جيت، وفي حلقه تانية هنعملها مخصوص لاحبار الليزر اللي هي البودر. الانك جيت اللي هي الاحبار السائره اللي هي بتبقى شكلها بالطريقه دي كده، بتبقى ليكويد خالص سائل. والمشكله ان الناس كلها بتقول انه كله حبر كله ميه، فميه بلون. لا، هو مش ميه بلون. الاحبار بتتعمل بلزوجه معينه لكل برينتر وكل ماركه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني انت لو عندك إبسون هيبقى ليها احبارها بتاعتها هي، او لو عندك كانون هيبقى ليها احبارها المستقله، حتى وان كانت العبوه شبه بعض، حتى وان كان الطريقه واحده في ملي الحبر. دي تنكات مثلا فانا بملى الحبر في التانك، ودي برضو تنكات فانا بملى التانك بالحبر، فمش هتفرق. لا هتفرق، والسبب ده هو اللي حرق لي البرينتر دي، ان انا حطيت فيها احبار بتاعه كانون وكنت حاطط في دماغي انها هتزق يعني وتمشي. هي ما مشيتش، هي اتحرقت، الهيد باظ. تعال اوريك وافرجك نوع كل حبر وشكل الاحبار وازاي تميز الحبر المضروب من الاوريجينال، وامتى تشتريه وامتى لو ببلاش ما تشتريهوش. تعال نبدا مع حبيبه قلبي طبعا الإبسون. والإبسون دايما هتلاقي العبوات بتاعتها لو انت بتشتغل بيها في طباعه الورق الفوتو، لو انت عندك استوديو او انت فوتوغرافر فبتحب تطبع الصور بتاعتك ليك ولعيلتك او اصحابك، فدايما إبسون هي اللي هتبقى متصدره. فالاحبار بتاعتها بتبقى جايه بالشكل ده. ولو لاحظت دايما ان هتلاقي العبوه لما بتيجي في كرتون، عبوه كرتون ليها مكان كده بيتفتح ويتقفل زي ما انت شايف كده، وبيبقى متبرشم، ما بتبقاش جايه مفتوحه زي ما انا عاملها كده. ولما تطلع الحبر من جوه بتلاقيه زي ما انت شايف كده معمول فاكيوم، يعني الكيس نفسه متفاكيوم ومتفرغ الهواء منه، وبيبقى عليها من قدام في صدر العبوه نفسها بتلاقي عليه سيريال نمبر. ركز بقى في الحته دي، مهمه جدا عشان هي دي الحته اللي التجار بتخم فيها. ايه فايده السيريال نمبر؟ كل البرينترز التانك من إبسون لما بتيجي تزود الحبر بتاعها بتطلب منك سيريال العبوة اللي انت زودت بيها الحبر عشان تقبله وتكمل بقية الطباعة بتاعتها. هل السيريال ده بيتضرب؟ بيتضرب، ممكن تجيبه من الانترنت، بس بيعمل خلل كبير جدا في البرينتر لانها بتدي المعيار حسب السيريال نمبر اللي انت بتحطه. بتعرف منين البرينتر؟ ما تسألنيش، هي بتعرف، ده السيستم بتاع إبسون. الجزئية التانية اللي انت لازم تخلي بالك منها جدا وهي الدمغة اللي بتكون موجودة على العبوة بتاعة إبسون من قدام، عاملة زي علامة نوكيا اللي كانت على البطاريات زمان لو تفتكروها. الدمغة دي لو مش موجودة على العبوة يبقى العبوة دي مضروبة. لو صاحب المحل قاعد يحلف لك من هنا لبعد 20 سنة ان العبوة دي مش مضروبة، لا هي مضروبة يا معلم وانت بتخم الناس. الحاجة التانية لما تيجي تشتري العبوة اوعى تشتريها مفتوحة، وبيكون المبرر بتاع التاجر انه ده كان في زبون وهو اللي فتحها عشان يشوفها من جوه. لا، هو الزبون لو عايز يشوف الكارتج او عايز يشوف الاحبار مش هيفتح العبوة يا معلم، مش هيفتح الكرتونة،
وانت مش هتسيبه يفتح الكرتونه. لو فتح الكرتونه انت هتقول له شيل ثمنها. فهم بيعملوا ايه؟ بياخدوا العبوه اللي هي الفارغه اللي هي الاوريجينال، بيفتحها وبيحط فيها عبوه مضروبه من ابسون. طيب تعرف منين العبوه بقى المضروبه اللي جوه الكرتونه؟ اولا ما بيبقاش عليها سيريال نمبر، يعني لما تيجي تبص عليها بتلاقي انه السيريال اللي موجود على جسم العبوه سواء في ظهرها او في صدر العبوه، ادي السيريال اهو، انه شكل العلبه بتاعه ابسون يا اما هتبقى شكلها كده، شايف الغطا ده من فوق كده، شايف الغطا ده من فوق، يا اما هيبقى شكل الغطا كده، ده الشكل الجديد ده الشكل القديم. كل ما الحبر بيقعد عند التاجر بيبقى عندك مشكله، لان لزوجته بتزيد وده بيعمل سدد في الهدات. كل ما تشتري حبر فريش كل ما المكنه بتاعتك تعيش عمر طويل جدا. واللي يقول لك ان المكنه بتترمي بعد عمر افتراضي، لا، هو العمر الافتراضي بتاع المكنه طول ما انت محافظ عليها هتفضل شغاله، مش هيحصل فيها مشكله. في احبار في السوق يا شريف بتتباع، بتبقى بروح بيقول لي الحبر ده ممتاز جدا وممكن تشغل بيه نفسك والدنيا تبقى لطيفه. خلي بالك انه كل الاحبار حتى وان كان عليها السيريال اهو، ده موجود عليه سيريال على فكره، بس الحبر ده غير معلوم المصدر، حتى وان كان مكتوب عليه انه خاص بإبسون، وحتى وان كان الوكيل اللي انت بتشتري منه هو وكيل موثوق منه. لما يجي يقول لك على فكره الاحبار دي من ابسون بس هي متعبيه في عبوات مش ابسون عشان نرخص ثمنها، كذب. مفيش حبر هيخش البرينتر كويس ويحافظ لك عليها غير من الشركه الام بتاعتها، كويس؟ فخد دي قاعده اساسيه عندك. هل في فرق في السعر ما بين الحبر الاوريجينال والحبر المضروب؟ طبعا. وانا بشتري العبوه دي كان ثمنها 200 جنيه والعبوه الثانيه المضروبه كان ثمنها 20 جنيه. ففرق الفلوس ده طبيعي، انت لو واحد عندك شغل بتحس انه لا ده هيعمل لي فرق في الفلوس وهيكسبني جدا، في حين ان انا لما حطيت الحبر المضروب بيقلل من سرعه الطباعه في المكنه. يعني المكنه لو بتعمل ورقه في 30 ثانيه مثلا هتخليها لك تعمل الورقه في دقيقه ونص. لو الورقه بتطلع من اول برنتايه ما فيهاش مشكله خالص، الورقه اللي معموله بالكومباتبل لازم بعد فتره هتشرط، لازم بعد فتره لازم هتعمل كلين للهيد، فهتعمل لك مشكله. الهيد هيبقى بيعاني جدا في انه بيطبع عشان يطلع لك الكواليتي، فهتضطر انك تطبع على البيست كواليتي، هيقلل السرعه، هيقلل عمر الهيد، هيطلع لك كواليتي مش كويسه. الاحبار اللي مش اللي هي الكومباتبل اللي احنا بنقولها كوبي، الاحبار الكوبي دي مشكلتها انها بتطير من على الورقه بعد فتره. يعني انت لو جبت الورقه حطيت طبعتها وسبتها شويه 3 ايام مثلا في الهواء هتلاقي لونها غير، الحبر نفسه طار. في طابعات تانية بتشتغل بنظام قديم شويه، غالبا هو بدا يختفي بشكل كبير، ولكن اسمها كارتج. احبار الكارتج اللي هي بتبقى عامله ازاي يا شريف؟ اوكي، لو بصيت جوه كده هتلاقي في اماكن جوه عند الهيد بيتحط فيها حاجه، كويس؟ خراطيش، بتتسمى خراطيش الحبر، بتتسمى كارتج الحبر. الطبيعات اللي بتبقى بالكارتج دايما بتروح تشتري الكارتج اللون بلونه، بتبقى عباره عن عبوه او حته كده بالك كده، خرطوشه تركب في الهيد وخلاص، بتخلص بتتشال بتترمي. ولكن في حل تاني انك تقدر تملى الكارتج بتاعه الحبر بشكل مستمر، اما يدويا او تحول المكنه من كارتج لتنكات. الطريقه الثانيه اللي هي في ابسون، ازاي اقدر احول المكنه من كارتج لتنكات؟ دي ممكن نعمل لها حلقه مستقله بذاتها واقول لكم الفرق ما بين التنكات وما بين الكارتج. الكارتج دايما ادام المكنه جايه كارتج يبقى افضل شيء يحافظ على المكنه انك تفضل شغال بالكارتج. هل ممكن الكارتج يتملي؟ ممكن يتملي. بتروح تشتري احبار سايله بالطريقه دي كده وبتجيب زي حقنه وبتبدا تسحب من عبوه اللي فيها الاحبار بتاعتك. بالمناسبه دي مش عبوه الحبر، يعني انا رحت اشتريت الاحبار في عبوه ما عليهاش ولا ستيكر، ما عليهاش اي حاجه، فعشان كده حطيتها في برطمان وقفلتها عشان تبقى محكمه الغلق. يعني بتاخد الحقنه حقنه عاديه بتاعه الصيدليات اللي بتتباع في الصيدليات، بتسحب عدد من السنتيمتر وبتبدا تحقن بيها الكارتج. هل الطريقه دي تنفع مع كانون؟ لا، كانون الوحيده اللي الكارتج بتاعتها مقفوله، مش هتعرف تملاها بشكل الحقن ده. لكن كانون تقدر تربليس الكارتج بالمنظومه الثانيه اللي هي التنكات. لكن للاسف الطريقه دي فاشله جدا وبتحرق المكنه بعد فتره قليله جدا، لان هي في البدايه مش متصممه لده. مين اللي تقدر تعمل معاه كده؟ الطبعه الاتش بي
القديمه. اتش بي القديمه تقدر تشتغل بيها بنظام الحقن للكارتج، وافكتيف وقويه جدا. بس للاسف هم بطلوا ينتجوها لان الطبعه دي حقيقي ما كانتش بتبوظ. الطبعه دي كانت طول ما انت شغال بتحط لها الحبر وتحقنها وتشتغل معاك زي الفل، وسعرها كان رخيص جدا. فلما الشركه عرفت كده فوقفت انتاج المكنه دي. كانون دلوقتي عملت نظام التنكات، نفس القصه. طيب شكل العبوه بتاعتها عامل ازاي؟ بيبقى شكل العبوه عامل كده. شكل العبوه بيبقى شبه جدا بتاع ابسون، وقلنا ما ينفعش تاخد من كانون تحط في ابسون، ولا تاخد من ابسون تحط لكانون. الاسود دايما بيبقى دبل الكميه لان هو الاكتر شغل في المكنه، وبقيه العبوات بتبقى مسفرته صغيره زي بتاعه ابسون بالظبط. هي مش معايا دلوقتي بس ممكن احط لكم ليها صوره عشان تبقوا عارفين. في نقطه مهمه جدا، في مكن بيبقى 4 لون، وفي مكن بيبقى 6 لون، وفي مكن بيبقى 5 لون. في مكن 5 لون ازاي؟ هقول لك. زي المكنه البكسيمه اللي معايا تحت ايديا دي الاي 3، هي عباره عن 5 الوان: احمر، ازرق، اصفر، اسود، وحاجه اسمها جراي. لكن في الابسون بتنزل 4 لون، 6 لون، 12 لون على طول. ال6 لون بيبقى عندك احمر ولايت احمر بنسميه لايت ماجنتا، وعندنا سيان اللي هو الازرق، ولايت سيان اللي هو ازرق بس فاتح، وعندك ايه البلاك، وعندك الاصفر عادي جدا. يعني لو غلطت انك تحط لايت سيان مكان السيان مكان الازرق، او حطيت ازرق مكان اللايت سيان، هيحصل لك مشكله كبيره جدا. ما تقولش الاتنين نفس الدرجه وقريبين من بعض فمشي نفسك، او انا عطلان دلوقتي. كذلك عندك الجراي او الاسود ده بلاك، وعندك اللايت او اللي هو الجراي. فكل مكان الحبر لازم تديله الحبر بتاعه. ما تستسكاش، ارجوك ابوس ايدك ما تستسكاش عشان ما ترشقش في الحيط. الحاجات دي ما فيهاش هزار خالص. انا جاي اقول لك من الاخر، حافظ على مكانتك. مكانتك هي رأس مالك واكل عيشك، وربنا يراضي قلبك ويوسع رزقك كمان وكمان. ده كان كل حاجة النهاردة لأحبار الانكجت. اشوفكم في حلقات تانية كتير ان شاء الله. هنعمل حلقة مفصلة لأحبار الليزر عشان ما حدش يضحك عليك، ولو ببلاش ما تشتريهاش الأحبار الكومباتبل او المضروبة خالص. ربنا يبعد عنكم الشر. اشوفكم في حلقات تانية كتير. تنساش تعمل سبسكرايب. صحيح ايه ده؟ تنساش تعمل سبسكرايب ولايك واكتب لي كومنت. ربنا يرضي قلوبكم. اشوفكم في حلقات تانية كتير. السلام عليكم.